لم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. البحر زي النفس، على السطح الهدوء، وفي الباطن الحيتان والتماسيح وأسماك القرش والأحقاد والنيات المبيتة والمؤامرات. قبل ما ينزل الإنسان لقاع البحر ويصور العالم المستخبي في الأعماق تحت سطح المية الهادي، عمر ما كان يتصور حد إن في العمق هذه الصور المتحفية. وأيضا لو قدر الإنسان أنه يغوص داخل نفسه قطعا هيشوف ما هو أعلى، هيشوف الملكوت، هيشوف السماوات الداخلية اللي عمر ما حد اكتشفها، هيشوف شمس البصيرة وأنوار الروح ومسرح الخواطر وبدروم الهواجس وكهف النيات المستور، هيشوف غيلان الحسد ومسوخ الحقد وشياطين الانتقام. قطعا باطن النفس شيء مذهل، النفس اللي طلع منها مؤلفات شكسبير وموسيقى بيتهوفن وشعر المتنبي وعلم نيوتن، النفس اللي اتسعت للرحمة المحمدية لابد أنها ملكوت مذهل. ربنا بيقول في حديث قدسي: لم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. تلك هي النفس وما وسعت. إن العكس هو الذي يصبح مستغرب، أن يكون العالم خواء وأن تكون عمارة الكون خربة. مستحيل. والله بيضرب لنا مثال من العالم المحسوس على غرائب العالم المسطور. المشهود مثال على المغيب، الدنيا ضرب مثال على الآخرة. في الدنيا في فاكهة وأنهار وعيون وقصور ونساء، وفي الآخرة برضو فاكهة وعيون وأنهار وقصور وحور عين. وفي الدنيا في نار وعذاب، وفي الآخرة في نار وعذاب. في القرآن طالوت قائد الجيوش بيقول لجنوده أثناء الزحف: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. ربط الانتصار في المعركة بالانتصار على النفس. من شرب منه فليس مني. رغم العطش ما تشربوش. إذا اشتد بيكوا العطش قوي حسب الواحد غرفة كده يغرفها من النهر. فكانت النتيجة إيه؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم. وهؤلاء هم القليل في كل عصر. شعارهم: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. الكلمتين دول هم كل الدنيا. الدنيا كلها في الكلمتين دول: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. الدنيا هي النهر اللي بيجري تحت رجلينا، وكل واحد منا بيغترف منه. واحد بياخد على قد كفافه وواحد بيشيل ويحمل. فشربوا منه إلا قليلا منهم. هؤلاء القليل هم اللي ربنا خلق الدنيا عشان يفرزهم. يفرز
هؤلاء القليل من الكثرة. خلق الدنيا عشان يفرزهم وعشان يفرد لهم جنات كرمه في الآخرة، لأن هم دول أهله الذين هم أهله. أما الباقي فهم حطب الشهوات في الدنيا وحطب النار في الآخرة. وربنا يجعلنا ممن يقاوم ما يحب ويتحمل ما يكره.